تعالوا وياي حتى اسوي لكم شكرلمة عراقية، واتحدى كل واحد ينطيكم الطريقة الأصلية 100%. كوب مال السكر باودر ضفته هنا بالإنجانة مالتنا، وعندنا هنا كوب مال دهن. تمام عيني، يكون الدهن جامد بهالشكل هذا، أو تستخدمون الزبد ماكو مشكلة. نخلطه لحد ما يصير هالشكل مالته كلش حلو. نضيف عليه الفانيلا، تريدون باودر تريدون سائلة ماكو مشكلة. هنا كوبين من الطحين متعددة الاستعمالات، اوكي يعني، وضفت عليه نص، يعني كوبين ونص صار من الطحين. نبقى نعجن بيه لحد ما يترتب بهالشكل هذا. خليه بالمجمده نص ساعه ونطلعه. نجيب صينيه محطوط بها ورق زبده، ناخذ من العجينه ونبدا نكور بها. راح تصير بهالشكل هذا، وتقدروا تحشونها اللي تعجبكم. وبعد ما رتبناها بهالترتيب راح اخلي عليها جوز، او تقدرون تخلون عليها فستق حلبي اللي ينال اعجابكم. من تحت على درجه حراره 160. اوكي عيني، فد 8 دقائق 10 دقائق تصير تمام. اني شويه اخذت عندي لون مع الاسف، لكن الشكل مالته خرافي. تقدرون تجربون الطريقه وتحكمون، وضيفونا على الانستغرام ولايك.